أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم ليصير من غرس الهدى بستانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نوراً في الظلام فكانا. هو دستور الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد الفوز والنجاح والفلاح فلا شيء ينفعه في هذه الحياة إلا أن يعكف على القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا. شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهاج للظلم والإفساد طوفان. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما عداه فلا عز ولا شان.